دي اسئله في السريع، عايزين الاجابه في كلمه واحده. تمام. ركز معايا في كلمه واحده. حاضر. ماتش باريس وانتر ميامي، ايه رايك في اداء باريس سان جيرمان؟ طبيعي، ده اقل مجهود ليهم بالظبط، يعني لو نقيمه مثلا كام من 10؟ ولا 7 من 10. هي اللعيبه ما عملتش اي مجهود على فكره، بيلعبوا باريحيه جدا، مفيش مجهود ولا في اللي انت الناس دي لعبت فكانت بتلعب قدام فرقه كبيره ولا حاجه. الناس كانت بتلعب باريحيه جدا، يعني كانوا بيلعبوهم بس بيمشوا الماتش معاهم. تمام، النتيجه كانت 4-0، هل كان متوقع النتيجه دي؟ ده 4-0 في الشوط الاولاني، وبالنسبه للشوط الثاني حرفيا هم عشان خاطر ميسي، يعني الشوط الثاني ده اتلعب على مهلوم خالص من غير اهداف عشان انتر ميامي ما يطلعش من البطوله، يبقى شكله زي ما شفنا كده في هولندا سيتي والبايرن. شفت الماتش كان عامل ازاي؟ كان عادي البايرن ممكن يزود اكتر من كده، لكن هم طلعوا 4-0 في الشوط الاول، والدليل الشوط الثاني نزلوا سلموا واستلموا لعب على الماشي، مفيش اي حاجه. هم عملوا كده علشان خاطر ميسي وعشان خاطر تاريخه وعشان خاطر انتر ميامي مصاريف والكلام ده كله، سياسات كوره مش اكتر. في كلمه واحده، افضل لاعب في المباراه. اشرف حكيمي. هل انتر ميامي كان عنده فرصه انه يفوز؟ نهائي ولا 1%. باريس سان جيرمان قدم اداء مميز رغم النتيجه، يعني بعيدا عن النتيجه، هل هو قدم اداء مميز؟ اقل اداء بالنسبه لباريس. ميسي قدم كل اللي عليه في المباراه. ما كانش يقدر يعمل اكتر من كده. هل النتيجه دي بتعكس قوه باريس سان جيرمان؟ نهائي. توقعاتك ايه لمباراه باريس سان جيرمان اللي جايه؟ هي هتلعب مع البايرن، هيبقى ماتش ما فيهوش اي توقعات، 50-50. هل في مفاجآت في ربع النهائي؟ مفاجآت في ربع النهائي ما اعتقدش. واستنونا تحليلات جايه اكتر في السوق.